باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أعزائنا المشاهدين، سلام الرب يسوع المسيح ليكون معكم أينما وجدتم. يسعدني اليوم أيضا أن أكون معكم في برنامجنا المستمر طريق النور، والذي يأتيكم عبر إرساليتنا المسيحية المبشرة نور من الشرق. في حلقتنا اليوم اقتبست موضوعا مهما يهم حياة كل كاهن مؤمن في كل كنيسة رسولية جامعة واحدة، ولكن ما يؤسفني هو أن هذا الموضوع وجدته تحت عنوان لمؤلف مجهول الاسم والهوية. وقبل أن أبدأ بقراءة هذا الموضوع والذي هو تحت عنوان الكاهن مسيح آخر، قبل أن أقرأ لكم ما يكتب هذا المؤلف المجهول من كلمات التي لا يصدقها عقل الإنسان المؤمن، أود أن نقول إلى كل كاهن مؤمن ويخدم رعية المسيح بأمانة، أكتب هذا الموضوع أو أقرأ هذا الموضوع القيم الذي وجدته لمؤلف مجهول الاسم، لعلي أنال بركة منه، وأكون شاكرا لو تم إعلامي عن صاحب هذا المقال العظيم المبارك، وأدعو لكل من يخدم أن يقرأه، وسيجد من خلاله أن ناقوس الكهنوت يدق ويدق وينشد ويقول: اصحى وتمم خدمتك يا. ماذا يقول لنا هذا المؤلف المجهول المبارك؟ يقول لكل كاهن: أنت عظيم أيها الكاهن، وقد دعاك الكلي العظمة لتقوم بعجائب، أو بالأحرى اختارك ليقوم هو من خلالك بعجائبه. فمن لا فم له اختارك لتكون فمه، ومن لا أيد له اختارك لتوصل نعمه. اختارك، وفي كل اختيار دليل على الحب، فمن لا يحب لا يختار. اختارك يسوع ليحيا معك في وحدة كاملة تشمل كل حياتك، وتحتاج كل قلبك. فهل من فرح أكثر من أنك خلال الذبيحة الإلهية تقول: هذا هو جسدي وهذا هو دمي، وكأنه هو الذي يقول من خلالك: ففي كل ذبيحة تصبح أنت والمسيح واحدا، وتقدم لله الأب جسدك ودمك تماما، كما فعل الابن في عشائه الأخير. أنت تقدم الذبيحة
وأنت نفسك تصير الذبيحة، تصير تلك القربان التي تقدمها، لأنك تصير مع الحمل واحدا. إنها عظمة تدعو للعجب، عظمة لا تفهم إلا من خلال حب إلهي مجاني يعطى لك. الملائكة يا عزيزي يتمنون ويشتاقون أن يكونون مكانك لحظة التقديس، فالملائكة تحيا في حضن الثالوث وتعبد وتمجد الله، إلا أنهم لا يستطيعون أن يلمسوه. أما أنت فكل يوم تجسد الله الكلمة فوق المذبح، ففوق مذبحك يولد المسيح كما ولد من أحشاء العذراء في بيت لحم. المسيح ولد مرة واحدة من مريم العذراء، ولكنه يولد من خلالك كل يوم، كل مرة ترفع فيها قداسك. يا للعجب! إن كرامة الكاهن أعظم وأكثر من كرامة الملائكة، فالملائكة القديسون تلك الأرواح السمائية لا تستطيع أن تقوم بما تقوم أنت به. فلا الملائكة أو رئيس الملائكة ولا الشرابين ولا السرافيم يستطيعون أن يغفروا الخطايا. الله وحده هو الذي يغفر الخطايا، ولكنه اختارك وأعطاك هذا السلطان، فأصبحت منذ لحظة رسامتك تشارك الله سلطان مغفرة الخطايا. عجبي يا للعجب! الملائكة يا عزيزي الكاهن بالرغم من أنهم يرون الله وجها لوجه، إلا أنهم لا يستطيعون إلا أن يطيعوه. أما أنت فتؤمره أن يترك سماواته ليحل على القرابين المرفوعة لأجل خطايا الكل، فيطيعك. الملائكة تحسدك لأنك تستطيع أن تتألم من أجل حبك للمسيح، أما هم فلا. أنت تستطيع أن تشارك المسيح آلامه، أما هم فينظرون فقط. فكم مرة من مرة تمنوا ولا زالوا يتمنون أن يحيوا لحظات آلام وموت المسيح، ولكنهم لا يستطيعون، في حين إن أبسط كاهن يستطيع أن يحيا مع المسيح آلامه، يستطيع أن يصحب المسيح في طريق الجلجثة، طريق الصليب. كم أنت عظيم أيها الكاهن ومحبوب من الله! إنك
كنجمة تعكس بهائه، تبدد الظلمات وتزرع في القلوب الحزينة الرجاء. إنك الجمرة الذي يطهر وينقي الشفاه النجسة. إنك الطريق الذي يوصل الله بالبشر والبشر بالله. يدك أيها الكاهن هم المذود الذي يولد فيه المسيح كل يوم، فمن خلال يدك يحول الله الخبز والخمر لجسد ودم ابنه الحبيب، ومن خلالهم يعطى غفرانه للخاطئين. إنهما يدان يحرران النفوس المقيدة بسلاسل الخطيئة، يوصلان حرية ورحمة وغفران الله. تفوق كرامتك أيها الكاهن المؤمن كرامة وبهاء الملوك والملائكة. إن الكاهن أعظم من الملك بمقدار ما الذهب أعظم من الرصاص. إذا رأيت عزيزي ملاك من الملائكة وكاهن، اسجد أولا للكاهن، ثم بعد ذلك اسجد للملاك. فالكهنوت يا عزيزي هبة المسيح للبشرية، تلك الهبة التي بها يواصل حضوره بيننا. فالكاهن، كل كاهن هو موضوع حب الله، لأن الله يرى في وجهه وجه ابنه. الكهنوت سر عظيم من أسرار الإيمان، أمامه نشعر بضالتنا وبعظم حب الله، سر يرتبط كل الارتباط بسر الكنيسة الجامعة الواحدة المقدسة. ولذا فالكنيسة الأم والمعلمة أعطت طوال تاريخها وتقليدها المقدس مكانة عالية لسر الكهنوت، واعتبرت دائما إن الكاهن هو مسيح آخر، لأن الكاهن عندما يبارك الله هو يبارك، وعندما يغفر فالله يغفر، وعندما يصلي بتجسد يتجسد الله. فالكاهن عزيزي هو وكيل المسيح وتلميذه. فالكاهن هو الخليقة الأكثر عظمة بين كل خلائق الله العظيمة. إن الكاهن المؤمن إذا أدرك عظمة دعوته لظل أمام بيت القربان يصلي ليلا ونهارا، يخاطب الله، يقص له الخطايا شعبه، وينقل له آلامهم، ويريه كيف يحيون، ويؤخذ منه نعمة وغفراناته ويعطيها لهم لشعبه. فنعم الكهنوت التي لا تحصى ولا تعد تحل فقط على من يريدها ويطلبها
بحرارة. فنعمة الكهنوت ككل النعم لا تفرض نفسها فرضا، بل تعرض نفسها مجانا وتنتظر القبول. فالكاهن الذي لا يصلي ولا يتكلم مع الله لا يستطيع أن يقود الصلاة أو أن يتكلم عن الله. والكاهن الذي لا يعرف كونه خاطئ ومحتاج للغفران ولا يطلب الغفران من الله لا يستطيع أن يعطي الغفران للآخرين. والكاهن الذي لا يتكلم مع شعبه ولا يحيا معه ولا يعرفه لا يستطيع أن يقدمهم لله أو أن يقدم الله لهم. فأنت أيها الكاهن المؤمن وجود مقدس، أنت ممثل حضور الله على الأرض. فصحيح إنك إنسان كالآخرين، ولكن الله قد اختارك وقد تجاوبت مع اختياره بقبولك، فأصبحت منذ لحظة رسامتك تابع له، تلميذ لديه، رسولا له. فحياتك واختياراتك وأفكارك ومشاعرك وأفراحك وآلامك وأحزانك ليس لك وحدك بل له أيضا. فيجب أن تعلم إن الكهنوت هو اتباع جذري للمسيح، فمن لديه الكثير سيطالب بالكثير، وما من أحد لديه ما لديك ولا حتى الملائكة. فسر نجاح الكاهن يكمن في فهمه لسر آلام المسيح. فالكاهن الذي يهرب من الصليب كجندي يهرب من الحرب. فبلا صليب لا توجد قيامة، وبلا ألم لا يوجد انتصار. طريق الكهنوت لا يحتمل الوسطية، فإما أن تكون مع المسيح أو تكون ضده. فليس التلميذ أفضل من معلمه، وقد تجلت عظمة المسيح لا في المعجزات أو التجلي فحسب، بل عندما انحنى وغسل أرجل تلاميذه. يقول بفمه المقدس: أنت تدعوني ربنا ومعلما وحسنا تفعلون لأني هكذا. وأيضا يقول: لم آتي لأخدم بل لأخدم. وكذلك يقول بفمه المقدس: أليس العظيم من يجلس على المائدة، ولكني بينكم كالذي يخدم. فالمسيح عزيزي الكاهن عندما غسل أرجل تلاميذه قام بعمل لا يقوم به إلا الخدم أو العبيد. وبهذا أرانا
مؤسسا معنى الكهنوت. فالكاهن هو الخادم للجميع، لا سيما للأكثر احتياجا والمنبوذين اجتماعيا. فأنا بدوري أقول: أيها الكاهن المؤمن، كن كاهنا حقيقيا، وسلام المسيح للجميع. آمين.